عايزين ناخد كده كروس سيكشن زي ما خدنا كروس سيكشن في التستس، هناخد كروس سيكشن في الاوفري زي احنا شايفين الصورة اللي فوق كده اهوت. هنلاقي ايه بقى اللي موجود جوه؟ ادي ده الاوفري، هنلاقي موجود فيه اوفم بس في مراحل مختلفة اهي، ده غير ده غير ده. يبقى جوه الاوفري هنلاقي جروب اوف سيل في ديفرنت ستيجز. بالنسبة للاوفم، الاوفم هنلاقيها مرة موجودة جوه حاجة اسمها الجريفيان فوليكل، تمام. والجريفيان فوليكل في مراحل مختلفة. هنلاقي بعد شوية ان الجريفيان فوليكل هيتحول لحاجة اسمها الكوربس ليتيوم. هنلاقي في الاخر بعد كده هو هتطلع الاوفم لما هو يتحول الجريفيان فوليكل. يعني ادي اول حاجة ايه اللي حصل، كان لسه الجريفيان فوليكل صغير، كبر 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 جواه الاوفم. الاوفم هتطلع، طب الباقي من الجريفيان فوليكل هيتحول للكوربس ليتيوم اللي هو ده. يبقى احنا لما ناخد كروس سيكشن اهو باينه عندنا هنا المراحل المختلفه. شايفه الجريفيان فوليكل احجام مختلفه، تمام. اهو الاشكال دهيت. يبقى احنا بنلاقي فيه different stages، والاوفم بتبقى جوه الجريفيان فوليكل في احجام مختلفه. خلاص بعد ما بيطلع الاوفم الجريفيان فوليكل هيتحول للكوربس ليتيوم اللي هو ده. يبقى احنا الاول هي كانت صغننه، كبرت اكتر، الجريفيان فوليكل كبرت 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 بقت كده كبيره جواها الاوفم. اول ما خلاص توصل للمرحله الاوفم بقى الحجم المناسب ليها هتبتدي ريليز. طب الباقي ده هيتحول لحاجه اسمها كوربس ليتيوم. كوربس ليتيوم اهو هيقعد فتره معينه زي ما هنعرف بعد شويه، وممكن يحصل له ديجنريتس او ممكن لو حصل برجنسي يفضل فتره 3 مانثس كده. دوت بالنسبه لما اخد الكروس سيكشن جوه الاوفري. دي طبعا صوره فيجر، ودوت كروس سيكشن حقيقي اندر مايكروسكوب. طيب زي ما خدنا الستيجز بتاعه الفورميشن بتاع السبرم، هناخد الستيجز بتاعه الفورميشن بتاع الاوفم اللي بنسميها ستيجز اوف اوجونيسيسز. نفس بدل الفور، مش كانوا فور ستيجز او فور فيسز، احنا هناخد 3 بس. في الفيميل 3، كان في الميل 4، مالتيبليكيشن والجروث والماتيوريشن والميتامورفوسيس. لا ما فيش عندنا هنا ميتامورفوسيس، عندنا بس المالتيبليكيشن والجروث فيسز والماتيوريشن اونلي. طيب نبص بقى كده اهوت. بس يبقى انا عايز اسال سؤال بس. اتفضل يا علي. احنا مش انا فاكر ان احنا لما خدنا الليسون ده في اعدادي كنا واخدين اللي هو الايدج ده بيبقى اكتر من يعني الافريج اكتر من 45 ل 50 تقريبا، كان من مش عارف من 5 لغايه 55 تقريبا. بص يا علي، ما هو بيختلف حسب درجة الحرارة وحسب الفيميل وصلت م- ان هي الماتيوريتي امتى. انت فاهم؟ يعني م. هي في رينج 30 years تخلص ال 400 اوفر، اه، تمام. وقت ما يخلصوا يعني. يعني مثلا لو الجير مثلا في مثلا احنا دلوقتي مثلا الجلس دلوقتي بسبب الهرمونز الكتيره اللي في الاكل ممكن تلاقيها مثلا وصلت في سن 11. م- 11 ده مثلا على 45 تخلص، م. ماشي. لا لو وكانت من 15، لا فيتاخر بتقعد شويه. اكتر. بالظبط كده. وبتلاقيهم اكتر اللي بيقعدوا اكتر الناس اللي في الجو البارد، يعني الجماعه اللي في بره ممكن مثلا زي ما انت بتقول. بس نادر قوي ما اسمها 55، دي صعبه، اخرها 50 اقصى حاجه يعني. 55 الغالب يعني نسبة. الغالب. بص الرينج الافريج، امم احنا بنتكلم على الافريج. الافريج ده ممكن تلاقي ايه، امم حد يزيد عنه شويه حد ينقص، احنا بنتكلم على الافريج. فانت ممكن تلاقي ممكن الجماعه امم الاجانب شويه عشان الجو برد عندهم وبيوصلوا لمرحله كولد. بيتاخروا شويه. فلا ممكن فعلا ممكن هي يقعدوا ليها يوصلوا علاقة على أصلا 50. بالتمبريتشر، ما هي ليها علاقة بالتمبريتشر. لا هي ليها علاقه هي التمبريتشر وصلت الحرارة بتسرع. احيانا بتسرع. فهي امم ليها علاقه، هي وصلت الفيميل وصلت امتى، سن امتى. كل ما تبقى بدري امم قدام كل ما هتخلص بدري، كل ما لما تتاخر يخلص كل ما بدري. هتتاخر ورا. بالظبط كده، عشان هي في عدد اوفر تمام معينه خلص خلاص على كده. طيب نشوف بقى الستيجز. تمام. اول حاجه عندنا المالتيبليكيشن فيسز، برضو نفس الفكره هيحصل فيها ميتوتيك ديفيجن. البرايمري جريم سيل ال2 ان هتبتدي تكون الاجونايه. الاجونايه
برضو 2N. امتى الكلام ده بيحصل؟ في الامبريو، يعني الفيميل وهي لسه جنين في بطن امها بيحصل ان البرايمري جريم سيل تنقسم بالميتوسيس وتبتدي تكون لي تكون لي الاوجونايت. تمام، يبقى ده بيحصل امتى؟ وهي لسه امبريو، لسه ما اتولدتش اصلا. تمام، اللي هي مرحله المالتيبليكيشن بتحصل جوه الاوفري في الفيميل وهي لسه امبريو. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل نفس الحكايه الجروس. الاوجوناي اللي هو ال2N ده هيعمل ستور للفود، فحجمه يبتدي يزيد، السايز بتاعه يبتدي يزيد، فيبتدي يتحول لي للبرايمري اوسايت. كل الحكايه هو انقسم او حاجه؟ لا خالص، هو كل الحكايه عمل ستور فود، فعمل لي ايه؟ فتحول للبرايمري اوسايتس. طيب البرايمري اوسايتس بقى هو ان هيدخل في المرحله الثالثه اللي هي الماتيوريشن. هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يعمل ديفايد، هيبتدي يعمل ديفايد باي مايوتيك فيرست سكند. الاول حاجه الفيرست مايوتيك. طيب المرحله الثانيه دي برضو اللي هي الجروس فيز بتحصل برضو في الامبريو، يبقى اول مرحله والثاني مرحله بتحصل في الفيميل وهي لسه، مش احنا قلنا الفيميل وهي ديورنج تشايلد وهي لسه طفله عندها 1000 من الاوفم بس لسه ما اكتملوش. تمام، المرحلتين دول حصلوا وهي لسه امبريو، ونسكت على كده بقى. خلاص الفيميل اتولدت ولسه هي تشايلد عادي عادي عادي. اول ما توصل لمرحله الماتيوريشن هيبتدي يحصل الماتيوريشن فيز. يعني هي لما توصل للبيوبرتي تبتدي تحصل الماتيوريشن فيز. الماتيوريشن فيز بقى البرايمري اوسايتس اللي كان عندها جوه الاوفري هيبتدي ديفايد باي مايوتيك. بس ديفايد انهي مايوتيك؟ الفيرست مايوتيك بس، يديني سكندري اوسايتس و1 بولار بودي. هل الاثنين ايكوال ان سايز؟ لا، هنلاقي ان السكندري اوسايتس كبيره والبولار بودي حجمه صغير. يبقى انا دلوقتي البرايمري اوسايتس هتنقسم بالميوسيس. امتى بقى يحصل المرحله دي؟ هل ولسه برضو الطفله ولا لا؟ خلاص هي تفضل ساكته على مرحله الجروز دي لحد ما خلاص توصل ان هي يحصل مرحله البيوبرتي، فيبتدي يحصل الماتيوريشن فيز بقى، يبتدي البرايمري اوسايتس ينقسم الفيرست مايوتيك، يديني سكندري اوسايتس وبولار بادي. هل هما الاثنين ايكوال ان سايز؟ لا، السكندري اوسايتس كبير والبولار صغير، بس هما الاثنين هابلويد يعني فيهم ان. تمام، هنلاقي الاوسايتس لارجر ذان الايه؟ البولار بادي. طب السكندري اوسايت ديفايدد باي سكند مايوتيك. لما يجي ينقسم السكند مايوتيك، بس هناخد بالنا هينقسم السكند مايوتيك امتى؟ هيديني الاوفم وبولار بادي، والبولار بادي هينقسم ويديني 2 بولار باديز. يبقى كم اوفم في الاخر اتكونت؟ واحده، 1 اوفم اونلي. يعني بعد كل ده ما عنديش الا 1 اوفم، 1 فيميل جاميس. والثلاثه دول لا، دول ما لهمش دعوه، دول مش ما ينفعش ان هم يحصل لهم فلترايزيشن ولا اي حاجه. اللي هيحصل لها فلترايزيشن الاوفم دي واحده. يبقى انا في الاخر، في اخر مرحله الماتيوريشن انا ما عنديش الا اونلي 1 اوفم. بس امتى بقى هي توصل ان هي تبقى اوفم؟ في المومنت اللي يدخل السبيرم جواها. يعني هي لحد ما السبيرم يقدر يوصل لجوه الاوفم هي لسه ايه؟ لسه هي عباره عن سكندري اوسايتس. يعني هي سكندري اوسايت عشان تنقسم وتبقى اوفم بيحصل في اللحظه اللي يدخل السبيرم. ما دخلش السبيرم هي مش هتوصل لاخر مرحله، مش هتوصل ان هي تبقى اوفر. يبقى علشان السكند مايوتيك ناخد بالنا مش بيحصل امتى؟ at the moment of the entry of the sperm inside the ovum. لازم لما السبيرم يدخل يكون حصل السكندري. مجرد ما دخل خلاص تنقسم وتدي السكندري، السكندري ينقسم ويدي الاوفا. لسه ما فيش سبيرم عمل فلترايزيشن، لا، هتفضل واقفه عند مرحله السكندري اوسايتس. يعني اوفم كاوفم مكتمله مش هتوصل في المرحله دهيت الا لما يحصل كومبليت فلترايزيشن. ما حصلش كومبليت فلترايزيشن هي هتفضل واقفه عند ايه؟ هتفضل واقفه عند السكند اوسايتس.
السكندري اوسايتس. مش هتوصل لدي الا في اللحظه اللي السبيرم انتر تو ذا اوفم. طيب نلاقي الاوفم ديت عباره عن ايه؟ هنلاقي ان فيها نيوكليوس، فيها سيتوبلازم، فيها سينسيليار كوت غشاء. بنلاقيه الكود بتاعها فيه هايلورونيك اسيد. فاكرين الانزيمز اللي كان بيفرزوا السبيرم من الكروسومز عنده علشان ديزولف يقدر يدوب الكودس ده؟ بس مش واحد بس اللي بينجح، ده مليونز من السبيرم كلهم عمالين سكريز ذا انزيم اللي هو الهيالوريك علشان ديزولف يدوب بس جزء واحد منهم ينجح ان هو يدخل. فيبقى انا دلوقتي الكود ده هوت مش سبيرم واحد اللي يقدر يخترقه، ومش سبيرم واحد اللي يقدر يعمله ديزولف، ده مليونز اوف سبيرم علشان يقدر بنتريز اوفم يقدر يخش جوه الاوفم. طيب يبقى احنا تاني عندنا 3 stages في الاوجونيسيس اللي هو الفورميشن اوف اوفم. اول مرحله المالتيبليكيشن فيز بيحصل فيها ميتوتيك ديفيجن، البرايمري جريم سيلز بيتحول للاوجونيه. الاوجونيه الكلام ده بيحصل ايه؟ هتفضل 2N ان هو ميتوسيس في الامبريو، الفيميل وهي لسه امبريو. يحصل المرحله الثانيه الاوجونيا تعمل ستور للفود جواها فتتحول للبرايمري اوسايتس. ده كمان حصل في الفيميل امبريو. يبقى احنا عند لحد الفيميل امبريو الطفله البنت لسه جنين في بطن امها هي كونت لحد البرايمري اوسايتس. تفضل وهي طول ما هي تشايلد عندها البرايمري اوسايتس لحد ما توصل ان هي تبقى ادلت خلاص كبرت والفيميل هرمونز تبتدي تتفرز بقى، تبتدي يحصل لها مرحله الميتيوريشن فيز. البرايمري اوسايتس هتبتدي تنقسم بالميوتيك، الفيرست مايوتيك عشان يديني السكندري اوسايتس وان بولار بادي، كل واحد بقى ان، بس هم مختلفين في الايه في السايز بتاعهم. السكندري بيجر ذان البولار. طيب بعد كده هيحصل السكندري اوسايت هينقسم السكند مايوتيك ويديني الاوفم والسكند بولار بادي. طيب والبولار بادي هو كمان التاني برضه هينقسم السكند مايوتيك ويديني 2 بولار بوديز، يعني هيبقى عندي 3 بولار بوديز و1 اوفم. بس السكند مايوتيك ديفيجن ده مش هيحصل الا at the moment في اللحظه اللي بيحصل فيها انتري للسبيرم، ان السبيرم يخش جوه الاوفم عشان يعمل الفلترايزيشن. مجرد ما دخل جوه الاوفم وخلاص هيحصل فلترايزيشن، في الحاله دي على طول النيوكليوس بتاعه السكندري اوسايتس هتنقسم وتديني الاوفم. طب الاوفم بتتكون من ايه؟ بتتكون من سيتوبلازم فيها نيوكليوس. هي طبعا لو قارناها بالسبرم هي بيجر كبيره خالص حجمها بالنسبه للسبرم. بنلاقي حواليها كوت، الكوت ده هوت بيتكون من الهيالورونيك اسيدز. في انزيمز اللي بيفرزوا السبرمس من الاوكروسومز عنده، بيبتدي يديزولف ذا كوت، لازم يدوب الكوت عشان يعرف يدخل. طب هو واحد سبيرم؟ لا ده مليونز اوف سبيرم عشان بس يدوبوا ويفتحوا جزء بس من الكود ده وواحد فيهم يعرف يعدي.